السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بقى نشوف المعركة بتاعتنا النهاردة. يعني عايزة أقول لكم المطبخ ضايع. كنت بفرز شوية طماطم لرمضان وكركبة ومطرح الفطار، وعايزة أقول لكم بقى يعني ايه، الدنيا بايظة على الآخر. يلا الله المستعان، نعلق على اللبن كده، نوطي عليه ونغليه واحنا واقفين مع بعض وايه، ونشوف اللي ورانا بقى ونلم الكركبه. اول حاجه كده نبتدي نلم الحاجات اللي احنا مش عايزينها واللي عايزه ارميها، وننضف الدنيا ان شاء الله مع بعض. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك وكومنت حلو على ذوقكم يا حبايبي. رب ما يحرمني منكم ومن ذوقكم، ويحقق لكم اللي بتتمنوه يا رب، ويفرح قلوبكم زي ما بتفرحوا قلبي. عايزه اقول لكم بقى روتين النهارده جامد. المطبخ منظره يصدم، كركبة وكوبايات ومطرح الفطار. وقلت لكم عايزه اخزن شويه قطر رمضان، كان عندي برد وفضلت قاعده كتير قوي، اتاخرت، الناس كلها خلصت انا لسه ما عملتش حاجه خالص. فالله المستعان. المهم كده ايه، نلم المواعين كلها ونحطها في الماء. بوريكم الكريم. انا كنت بجيب الكبيره ب 30 جنيه، بقيت الصغيره اللي هو الغسول مش كريم. الله المستعان يا رب. عماله افتح في الجيركن مش قادره. الجيركن فيه بقى، يعني تقريبا اخر مره هجيبه خلاص. لا والله بجد، يعني يعني اشوف حد بيبيع صابون كويس من بتاع الصبانه واجيبه، لان كده بصراحه ربنا كتير يعني. انا بحط التكه دي يا بنات حلوه قوي قوي قوي. الصابون ايا كان بقى، فيه بقى صابون سايل ايا كان بتجيبيه منين، الصابون بيسيب رواسب على الاطباق مهما شطفتيها. وده حاجه علمي يعني، مش انا اللي مخترعاه والله. انا سمعتها من دكتور قبل كده، فمن ساعتها وانا معتمده ان انا اول ما بجيب جيركن الكلور، عشان طبعا مش كل مره احط شويه كلور في ال قصدي صابون يعني مغسل المواعين، مش هروح اجيب شويه خل واحطهم. لا، انا مش عارفه انا قلت خل في الاول ولا قلت كلور. خل يا جماعه. خل، قصدي على الخل. فبروح يعني ايه، اول ما اجيب الجيركن اروح مفضيه في الجيركن، يعني ايه، يعني تلت ازازه خل، ربع حسب اللي عندك، وبسيبه كده، وبعتمد بقى ان انا ايه اسحب منه على طول. تمام كده، بيبقى كويس ومش بيخلي الصابون يسيب رواسب يعني في الكوبايات والاطباق وكده، بيبقى افضل طبعا عشان خاطر الاولاد واحنا والدنيا كلها بصراحه. الله المستعان. قولوا لي عملتوا ايه، خزنتوا خزين رمضان؟ عملتوا ايه؟ بصراحة انا جبت مشتريات رمضان، عايزة اصورها، قولوا يا رب. والله البرد اللي عندي ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انا في نعمة. بس يعني قتلني، انا عمري ما شفت دور برد زي ده، الحمد لله الحمد لله يعني. لا، كنت قاعدة في السرير بجد والله، مش قادرة اقوم من مكاني. وعايزة اقول لكم بقى برد وكحة. الحمد لله اول ما قدرت ان انا اسجل والله سجلت معاكم. نزلت جبت مشتريات رمضان وجبت شوية حاجات كده، ان شاء الله نعمل فيديو حلو 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 كده وتاخدوا منه فوائد كتير. يعني ان انتوا تعملوا حتى لو اي حاجة منه، انا ما عملتش حاجة كبيرة قوي. جبت على قدي. ان شاء الله ان شاء الله يعني، الله ربنا ييسر الحال كده ونصور فيديو ان شاء الله مع بعض الحاجات دي، لان زوجي هيبقى معايا، فمش عارفة بصراحة اعرف اصور ولا لا. بس ممكن، الله المستعان، ربنا يسهل. رحنا جبنا بلح من حتة اسمها الساحل يا بنات. انا اول مرة اروحها، هي في الوراق تقريبا، هي بعد امبابة شوية صغيرين. عايزة اقول لكم اسعار البلح تحفة. عايزة اقول لكم انا اكتشفت كم مكان كده، ان شاء الله من غير مقاطعة هعمل فيديو كويس وهتعجبكم بجد والله، لان انا نفسي يعني جالي زي انبهار كده. ايه الاسعار دي يا جماعة؟ احنا في الغلا اللي احنا فيه ده كله والاسعار كده؟ لا بجد الاسعار حلوه جدا والحاجه حلوه بجد قوي. فان شاء الله إن عشنا وكان لينا عمر. انا ما اعرفش مكان البلح، بس عارفه المكان اللي انا جبت منه المكسرات وحاجه رمضان. مكان كويس جدا ومكان جنبي، وان شاء الله هوريكم الحاجه في الفيديو، وهوريكم كل حاجه بالتفصيل بالاسعار ان شاء الله. بس كده، لسه ما عملتش اي حاجه خالص في الشقه. مش طبيعي، انا بحب ابتدي بدري يعني، بس الجو برد، مع ان يعني البرد اللي جالي، يعني دور البرد مع السقعة اللي في الجو، مخلي الواحد مكسل مش قادر يقوم من مكانه. فالله المستعان، ربنا يا رب ييسرها من عنده. قلت بقى لا، ومش هدي حيلي كده واشوف اللي ورايا، مش هينفع الدنيا كلها خلاص يعني، كل سنة وانتم طيبين، بقى على رمضان 14 يوم. فلا، لازم نلحق نفسنا. هو انا طبيعي بفرش قبل رمضان بيوم باتنين، بس ببقى مخلص حاجات كتير يعني.
مش عارفة اعمل ايه والله يا بنات. هتغسلوا للحفا ولا هنشيلها ولا هنعمل ايه؟ والله ما عارفة، قولولي. انت هتسيبوا للحفا في رمضان؟ ما اعتقدش ان انا هسيبها يعني بصراحة. ربنا كده يعني بشاور عقلي. آه يعني ايه، اشوف الدنيا فيها ايه كده، واطلع مفرش وكوفرتة وافرشهم على بعض واشيل الحفا، لان كده كده هتتغسل في رمضان، يبقى احنا بقى غسلنا وفرشنا ونضفنا ونقعد بقى نغسل الحفا ونبلبل الدنيا. مش عارفة بصراحة. بس يعني الاكيد ان شاء الله من غير مقاطعة ان انا هشيلهم قبل رمضان، حتى لو قبل رمضان بيومين ثلاثة. يعني مثلا لو هفرش مثلا قبل رمضان ب3 ايام، اشيلهم واغسلهم واقوم نشرهم وفرشة على طول. اللي هو برضه هيبقى الجو دفى شوية. مش عارفة والله، مع ان يعني عندي ولاد بالبنات بيشيلوا المفرش يعني اللحاف وحرانين منه. بس بصراحة خايفة الجو يسقع قوي تاني. هو الكام يوم اللي عدوا كان الجو حر، بس رجع بره تاني شوية. فمش عارفة هعمل ايه. بس يعني الاكيد الاكيد ان شاء الله ان انا هغسلهم. بحب اخلص منهم كده وافرش الشقة، وابقى عندي راحة كده نفسية. كده كده بقية الحاجات اللي موجودة بتتحط في الغسالة. مفيش غير دول بس هما اللي ايه هيتغسلوا في البانيو. انتوا عارفين بيملوا الدنيا مية يعني. فالله المستعان، ربنا يسهل ان شاء الله. وان شاء الله نعمل كل حاجة مع بعض. وسنة سعيدة عليكم يا رب، ورمضان كريم. ويعني تدخلوا كده بكل واحد متمني حاجة يا رب يحققها له. والله المستعان. عايزة اقول لكم المواعين ما بتخلص. كل ما اقول خلصت وهغسل الحوض الاقي صواني، كوبايات. هو الشتا ده ما وراهوش غير المواعين بصراحة. بحس ان بنوسخ مواعين كتير قوي في الشتا، ولا ده احساس غلط؟ انا بقول ممكن عشان الجو ساقع والواحد بيبقى مكسل يغسلهم، مع اني والله مش بسيب مواعين في الحوض كتير يعني. ده هو قلت لكم يعني الكركبه وكده عشان كنت تعبانه. فكتر خيرهم ان هم بيعملوا لنفسهم يعني، فمش هطلب منهم يغسلوا المواعين يعني. عيب. احنا ممكن في الاجازه البنوته الكبيره تعمل معايا حاجات، بس في ايام الدراسه بصراحه اليوم بيبقى زحمه، وبتيجي على الدروس، على المذاكره، على النوم. يعني ربنا يا رب يوفقهم هم واولادكم واولاد الناس كلها، ويفرح كل حد باللي بيتمناه يا رب. وتشوفوا كلكم حبايبكم زي ما بتتمنوا، وانا من ضمن ان شاء الله يا رب. قولوا امين. يفرحنا كده بولادنا. الواحد يعني نفسه بجد والله يعني يصلح لهم حالهم، ويهديهم ويبارك فيهم ويهديهم لبعض، اهم حاجة. ويخليهم على وش بعض، ويخلي لكم كل حبايبكم يا رب. اللهم امين. كنت جايبه بقى يوستفندي. اليوستفندي خلاص بيقول انا ماشي، ما عادش حلو قوي في السوق زي الاول. فبغسله كده عشان هما ايه بياخدوا منه وانا مش موجوده، بيسحبوا منه، بيبقى عارفين ان هو مغسول. ما ينفعش اسيبه في الشنطه او احطه في السبت وهو مش مغسول، لا. الفاكهة بالذات ممكن اعمل كده في الخضار، لان هما ملهمش في الخضار قوي، ما بيجوش جنب التلاجة اساسا. بس الفاكهة ما ينفعش، الفاكهة لازم تتغسل. وبحس ان هي بتبوظ والله. اليوستفندي كام يوم يعني يومين كده وتلاقي اللي تحته كله عامل زي عفن بايظ. فمش عارفة بقى من غسيلي ولا من هو الحاجة ما بتستحملش. مش عارفة، الله المستعان. عايزة اقول لكم كده خلاص خلصت. والقوطة كنت معلقة عليها. والميكرويف هنا او الفرن، هو مش ميكرويف، هو فرن كهرباء. عايزة اشغله، فمفيش مكان في المطبخ غير الفيشة ده. بحس ان هو مضايق عليا المطبخ، وببقى زهقانة يعني. ساعات ازهق اقوم جايباه مشغلاه، لان ببقى عايزة استعمله. واوقات تانية اقول لا والله ده مضايق عليا الدنيا، انا هشيله. يعني كل شويه تلاقوني بحاله. مش هقول لكم يعني ان انا شلته مش هرجعه تاني. لا، انتوا ممكن تلاقوها هبه في دماغي يومين ثلاثه مطلعه مرجعه الفرن مكانه وشغاله. بسخن فيه عيش، انا مش بسوي فيه حاجه. بس بسخن فيه اكل، بسخن فيه عيش، بسخن فيه حاجه. بيبقى سريع بصراحه، وبيسخن بسرعه ان هو حجمه صغير. واسوأ نوع في الدنيا هو فريش. انا كان عندي واحد تاني اللي قبل ده باظ، انا ما كنتش عارفه ماركته ايه، كنت جايباه من كارفور. ما كانش ليه ماركه اساسا. عايزه اقول لكم والله كان تحفه. تعملي فيه صينيه المكرونه، صينيه الجلاش، الحلويات. بس باظ بقى. يعني هو من كتر الاستعمال باظ. الحاجات اللي فيه دي بقع وما بتطلعش يعني. حاولت كتير بستريس اللي هو ستريس مش ستريس، كتير ان انضفه وما معرفتش. المهم كده عملته تنظيفه على الماشي وشيلته عشان ايه اوسع الدنيا كده. بصوا الوسع حلو يا جدعان والله. ربنا يوسع على الناس كلها يا رب. نضفت بقى الرخامه من تحته كده. الرخامه من تحته كانت ضايعه بقى كلها تراب والدنيا ملحوسه وكده. نعمل بقى ايه القوطه. عايزه اقول لكم ان دول 10 كيلو. فضلت اسبك فيهم لحد ما وصلوا للمرحله الجميله دي يعني. انا بحبها تبقى متسبكه خالص، منها ما بتاخدش مكان في الفريزر.
وأنا باعملها عشان مش باعملها لطبيخ، يعني مش باطبخ بقوطة متفرّزة. الطبيخ الأخضر ده بيبقى عايز قوطة صحيحة أو القوطة اللي هي الفريش بتبقى أطعم كتير وبتبقى أحلى. أنا باعمله ده للمحشي وللمكرونة بس، غير كده أي خضار أو أي حاجة باطلّع لها قوطة فريش أو طماطم فريش باضربها وباحطها فيها على طول. فباسبّكها أوي، مش باسبّكها نُص تسبيكة، فباخلّي التسبيكة بتاعتها يعني إيه، آآ زي الصلصة بتاعة البطرمان بالضبط يعني، بتبقى حلوة للمكرونة وللمحشي، بس ما بتبقاش حلوة في الخضار، ولو قعدت معاكِ سَنة كاملة مش بيجرى لها حاجة. أنا عايزة أقول لكم أنا كده كنت مخزّنة يعني كام كيس قبل كده، يعني قُل مثلًا خزّنت 20 كيلو كلّهم على بعضهم، يعني الكمية كلّها، فهيكفّوني إن شاء الله رمضان واللي بعد رمضان. والموضوع مش الخزينة عشان خاطر رمضان بس يا بنات، كل حاجة بتيجي برزقها، بس إن أساسًا ده الأيام اللي جاية دي هتلاحظوا ارتفاع في سعر الطماطم مش عشان رمضان بس، عشان بيغيّروا الزرعة في الأرض، يعني بيقلّعوا الزرعة وبيزرعوا زرعة جديدة، فبتبقى الطماطم قليلة أوي، بتبقى اللي هي بتاعة الصواب بس اللي موجودة، فبتغلى. إحنا كنت كده يعني كده كل سنة في الميعاد ده باخزّن الطماطم. بس أصفّيهم بقى كلّهم كده وأحطّهم في الأكياس وأشيلهم في الفريزر وأسحب منهم سَنة كاملة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك وكومنت حلو على ذوقكم، دعوة حلوة منكم كده ربي ييسّر لي حالي وييسّر لكم حالكم. ونفسي بجد أوصل 1000 مشترك قبل شهر رمضان. عندي أمل فيكم وعندي أمل في ربنا كبير أوي إن كل حد هيشوف الفيديو هيكبر بخاطري ويحط لي لايك. واحنا هنا بنتعلم من بعض، انا مش احسن حد في الدنيا، لا احنا هنا اخوات، بنفضفض بنتعلم بنتسلى مع بعض، ان يعني تبقى صحبة حلوة ان شاء الله وصحبة في الخير ان شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انا كده هخلص كل الكمية اللي معايا، هصفيها زي ما انتم شايفين كده، وهاسيبها تبرد شوية وبعدين هكيسها في أكياس، هاخد شوية أعمل بيهم مكرونة. عايزة أقول لكم بتبقى تحفة، مفيش أحسن من كده. هاكيسهم بقى إن شاء الله كده وأحطهم. أنا عندي باشيل في الحاجات دي في الفريزر عند أخت جوزي، لأن الفريزر عندي فيه حاجات كتير يعني حاجزة درج عندها في الفريزر. آآ عاملة يعني ناقص أكتب عليه اسمي زي ما بيقولوا. آآ وإن شاء الله كده انتظروا بقى الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله، أوريكم فيديو المشتريات وأوريكم الحاجات الحلوة الكتير اللي أنا جبتها وسعرها حلو أوي، أوي، أوي بجد يا بنات. عايزاكم بقى إن شاء الله ت تشوفوا الحاجة اللي أنا جبتها وتقولوا لي أنا اتغلبت فيه عشان أنا حاسة إن أنا عملت إنجاز، يعني تقولوا لي أنا بجد كنت شاطرة في الحاجات اللي أنا جبتها دي والّا أنتم جبتوها بسعر أقل مني. إن شاء الله انتظروا فيديو جديد هابقى أنزّل لكم short منه عشان تدخلوا تشوفوا الفيديو. أشوفكم على خير في رعاية الله، مع السلامة، كل سنة وأنتم ألف خير يا رب، ويعود عليكم الأيام